السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكونوا سانك وناشطين وماشطين، ونهار الخايب تكونوا غايبين. والله يبعد عليكم شر الخلق، اللهم امين يا رب العالمين. اليوم نهار جديد او فيديو جديد، وقبل ما غادي نبدا معكم هذا الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، عليه أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. اليوم غادي نشارك معكم الفطير ديالي البسيط. قلت علاش ما نشاركوش مع خوتي وخواتاتي اللي كيسولوا فيا، وحتى اللي ما كيسولوش فيا. كنقول لكم راه نتوما ديما تاج فوق راسي، وبلا بكم راه ما كاين حتى شي حاجه. ايوا يا البنات، كما قلت لكم غنشارك معكم فطوري بسيط في هذا اليوم. راه 10 ايام في شهر رمضان. ايوا يا اختي، راه 10 ايام داغيه دازت يا البنات، وغتجي 10 ايام الثانيه ودغيا تسالي، وتجي 10 ايام الثالثه، هكاك ودغيا غادي دوز. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نخرجوا بواحد النتيجه من هذا الشهر الكريم، نخرجوا نكونوا كنصدقوا، نكونوا كنبغيو بعضياتنا، نكونوا آه انضبطنا على قراءة القرآن. اللي كيصلي ويقطع، يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يبقى يصلي. هاد الشهر الكريم راه مدرسة، وخصنا نخرجوا بواحد النتيجة اللي زوينة يا البنات. ايوا العشر ايام الاولى راه رحمة، والعشر ايام الثانية راه مغفرة، والعشر ايام الاخرى راه عتق من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا واجدادنا من النار، اللهم امين يا رب العالمين. كما قلت لكم يا البنات، رمضان راه كيمشي ويجي، حنا اللي كيمشي راه ما كيوليش. خصنا نقول لكم رمضان راه مدرسه، وخصنا نخرجوا بواحد النتيجه اللي زوينه. راه بحال شي دري وتيقرا، وفي الاخر ديال السنه كيجيب واحد النتيجه اللي كترضيه وكترضي العائله ديالو. كما قلت لكم حتى حنايا راه هاد شهر رمضان الكريم راه مدرسه، وخصنا في الاخر نخرجوا بواحد النتيجه اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. ايوا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم يجعله الله في ميزان حسناتنا. وكنشكركم بزاف اللي كيسولوا فيا وكيقولوا لي علاش ما بقيتيش تحطي، بحال الاخت مصريه والاخت خديجه وبزاف ديال الاخوات اللي كيسولوا فيا. كنقول لكم الله يجازيكم بخير، وحتى اللي ما كيسولوش فيا كنقول لكم الله يجازيكم بخير، والله يجعلها ميزان حسناتكم. وانا ما عندي مشكل مع حتى شي حد، كنبغي كل شيء، اللي كنبغيه لراسي راه كنبغيه لخوتي ولخواتاتي. اللي كما قلت لكم راه تبارك الله المرأة المغربية راه حاذقة فيما حطيتيها. راه تبارك الله المرأة المغربية مكافحة، كتخدم برا وكتخدم للداخل، وكتكافح من اجل الوليدات ديالها ومن اجل الاسرة ديالها. ايوا دزت يا البنات، كما قلت لكم هاد اليوم راه 10 ايام، وهاد غادي نشارك معكم هاد الفطير ديالي البسيط. دزت حضرت واحد الحشوه اللي بالبصله والفلفله والكفته. نتوما عارفين يا البنات غادي نعمر بها واحد الخبيزات، ولكن راه تحذف ليا هذاك المقيطع اللي كنت كنعمر به هذيك الخبيزات. راه كما قلت لكم المراه المغربيه تبارك الله راه حاذقه، غير كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا والنهير ديالنا. هادشي كنقول كنبارطاجيو معكم النهير ديالنا كي كندوزوه بالزوين وبالخايب. ودزت هكا درت العصير بالليمون، بالفريز، بالبنان، عصرته وحطيته. ودزت يا البنات غادي حطيت هكا شويه كرواسات تمر شباكيه ومارين الدار راهم جابوا اللبن يا البنات. وقطعت ميكا وهي كانت مسقوبه من جنبها. من جيت يا البنات درت واحد الكاريزه كنت غنخليهم بلا لبن، آه، كنت غادي نخليهم بلا البنيه البنات. قطعتها ومن جيت نصوصها في القرعه تفرط ليا منها، وقلت بالراسه يا البنات تجي فيما جات وتحيد غير على الراس. هذاك الشيء ما كنبغيو. لا حيدت غير على الراس. هذيك هي الدنيا وما فيها، وما الحاجه راها كتخلف. مشى اللبن عيجي لبن، مشى حليب عيجي حليب، مشى اللي مشات راها غادي ترجع، مشاو الماعن غادي يجيو الماعن، اللي مشات راه غادا تعوض. غير تحيد على بنادم
وتجي فيما بغات. ايوا كان هذا هو الفطير ديالنا البسيط، وهذوك المعمر راه نسيتهم البنات في الكوزينه في البوطاجي ما عجبتهمش. وهكاك كنصور لكم قبل ما تأذن المغرب. هذه هي المائده ديالنا البسيطه كما قلت لكم البنات. وفطرت يا البنات وساليت وما بغيتش نبقى قاعده دغيا كنفطر يا البنات. وكنوض كنهز المويعنات ديالي وكنديهم الكوزينه نغسلهم. كنستغل الفرصه حيت هاد شهر رمضان ماشي هو الماكله، ماشي هو الشهيوات، ماشي هو غير غسيل المواعن، ماشي هو غير التماره اللي في الدار. راه خصنا نستغلوا هاد الفرصه يا البنات في هاد الشهر الكريم ونكافحوا وناضلوا. وخا عيانا يا البنات كنقيلوا واقفه اي مرأة مسكينه مغربيه راه كتقيل واقفه في الكوزينه من اجل العائله ديالها باش ترضيها، دير لها شهيوات وتحضر ليها فوق الطابله. خاص غير العائله ديالها تقدرها وتحس بها. ايوا كما قلت لكم يا البنات دغيا فطرت وساليت هزيت هذوك الميعنات قلت نغسلهم باش نمشي نصلي ضروري يا البنات في هذا الشهر الكريم. راك عارفه اي واحد راه كيمشي للجامع. كنصليو صلاه التراويح وكنرجعوا يا البنات ضروري خصنا نمشيو. اللي ما عندوش هكايا الوليدات صغار، اما اللي عنده الوليدات صغار بلا ما يمشي يا البنات. كاين اللي كيدير الوليدات الصغار ديالو للجامع وكيشوش عند الناس كتبقاي تصلي وانت ما عارفاش راسك واش كتصلي ولا ما كتصليش. اللي عنده الوليدات وكيرصاو يديهم، علاش ما يديهمش؟ باش يعرفوا حتى هما من باش كيطلع فيهم حتى هما هذاك حب الصلاة، حب المساجد، حب الخير، حب كل شيء. طروم هكايا الجنب وتحط بنيتها. وبيديروش الوليدات حدا يحاولوا يفرقوهم باش هذوك الوليدات ما كيبقاوش يهضروا مع بعضياتهم وما كيديروش الصداع مع بعضياتهم وكيشوفوا على الاخرين. هي الام ديالهم ما تصليش في خاطرها، وحتى الناس اللي كيصليو في المسجد ما كيصليوش في خاطرهم. ضروري الوليدات ما ديرهمش حدا ديرهم متفرقين باش ما يصيبوا مع من يهضروا وما يصيبوا مع من يديروا. وحاولوا توصيوهم وديروا هكا. اللي عندها الوليدات تروم الحيط وتحط بنيتها ولا وليدها حداها وتوصيه وتحطو حداها. وخا يبقى غير جالس غير ما يديرش الصداع ماشي مشكل. وما ديروش الوليدات حدا هادشي اللي غنقول لكم البنات باش الصلاه تقبل منا ومنكم ومن جميع الامه الاسلاميه. ايوا كما قلت لكم البنات دابا راه تنغسل هذوك المويعنات من بعد ما فطرت. كيما شفتوا يا البنات راه درت كارثه كنت غادي نخلي مالي الدار بلا البنت بلا فطور بلا حتى شي حاجه. ايوا قلت براسها تقلب غير شويه راه دغيا يا البنات ستوب القرعه داك اللي كتب الله ومسح دغيا البوطاجي. ايوا يا البنات ما عندنا ما نديرو. اي واحد راه كيطيح في هاد الموقف. حتى شي حد ما هادو خليت لكم انا الفيديو بالكواليس ديالو يا البنات ماشي قطعته وبغيت ندير وريتكم الفيديو كما هو. واخا تفرط ليا داك اللبن قلت علاش المتتبعين ديالي ما نخزن عليهم حتى شي حاجه ونشارك معاهم كل شيء. ايوا يا البنات دزت هكايا غسلت المعر غسلتهم وساليت ومسحت هكايا البوطاجي وغادي نمسح هاد لابابو وندوز نوجد فلو يا البنات باش نخليه هكايا يبرد ونمشي نصلي. هكايا فلو كنوجدو وكنمشي للمسجد. وبعد شي خطره يا البنات لما قديش الوقت وأذن العشاء كنخليه حتى كنصلي العشاء ونجي. ما عندي علاش نكذب عليكم حيت بعد شي خطره دغيا نوض هكايا من الفطور ودغيا كنغسل الماعن. بعض النهار كما قلت لكم راه دغيا تيطلع لي الشغل وبعض النهار راه نتوما عارفين بلا ما نقول لكم راه الخبر في راسكم يا اختي. ما عندي علاش ايوا دزت يا البنات من بعد ما غسلت الماعن قلت نوجد فلو باقي ما أذن العشاء نوجد فلو ونخليه هكايا في البوطاجي يبرد حتى نجي ونخشيه في الثلاجه. ودزت يا البنات غادي درت نص لتر ديال الحليب وصاشيه د فلو وجوج معالق سنيده شويه مرين الدار تعجبهم الحلاوه. ومالين الدار كاين اللي ياكل فلو كاين اللي ما ياكلوش. درت على حسب درت 3 بركه. هادو هما اللي الدار اللي تياكلوا. بحال دابا انا ما عنديش مع فلو هكا النهار اللي كنديرو التحليه راه ناكلها. ونهار اللي ما كنديرو غير فلو. كل نهار ورزقو يا البنات ما عندي علاش نكذب عليكم. نهار كنديرو تحليه نهار كنديرو غير فلو. هكا ضروري في
في هذا الشهر الكريم ضروري من هكا ملي كتنوضي في السحور خاصك شي حاجة خفيفة، ضروري من تحلية أو فضو. إيوا هاداك الشي ما درتي البنات حركتو مزيان يا البنات حتى ما يبقاش فيه هادوك الحبيبات ديال الفلون. حركتو مزيان من يكون بارد ماشي من يكون فوق النار. ايوا وشعلت عليه النار. هذا هو الفورنو يا البنات، خرج غزال تبارك الله يا البنات. والله عافيته لما حمرة ودغيا هكا حطيتي حليب دغيا كيغلى، حطيتي شي كوكوط دغيا كتطيب. كان عندنا داك الفورنو لما كان فاقصنا يا البنات. كتحطي الحاجة ونسايها، شوفي فوقاش عطيب لك وفوقاش عيغلى لك الحليب وفوقاش عطيب لك هذيك القهوة. ما كاين ما نقول لكم البنات، والحمومة مخليلة ما عندها حتى شي حاجة، كتعياي من بالحكان وما كيبان حتى شي حاجة. والله سهل في الأخ ديالي شرا الوالدة المعاناة، شرا لها الفورنو. الله يجعله في ميزان حسناته ويخليه للوالدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما يحرمهاش منه ما ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي عنده شي وليدات هو يفرح الوالدين ديالهم ويدخل عليهم الفرحة والسرور. وفرحتنا الكبيرة والفرحة ديال الوالدة الكبيرة هي هاد الفورنو. والسلام عليكم.